قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. كفروا جنازة ورني صلاة ما جنازة ورني صلاة ما هي قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال. باب بيان كون الإيمان بالله لم يتعمل أفضل الأعمال وجعل أعمالاته وفي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد إن بين الرجل والشرك يجون الدنيا بين الاثنين هل يجوز للإمام ترك الصلاة عليه تعزيرا منه؟ قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور يبدي خالصته. وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. وحدثني محمد بن رافع وعبد المجيد حديث سابقا أنا حديث محمد بن رافع بعبد المجيد حديثا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وقرأت إبراهيم بن سعد مثل حديث إبراهيم معمر معمر التابعي رسول الله والتابعي معمرين تابعي معمر إبراهيم بن سعد تابعي وفي قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له قال حدثنا حديث الفاجر تدخل فيه جملة أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي مراويه عن الليثي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الركاب أفضل؟ قال أنفسها إلا حيثها وأكثرها الكمال. أنفسها يبتون بسيدات أصحابي سيدا بنتي وأكثرها ثمنا تقيمات الرجولات. قال قلت فإن لم أفعل قال تبين ثانيا أو تصنع الأخلاق ثانيا لم تدلقا بيخوف غرغرتا أو تصنع الأخلاق تكون مدلقا بين غرغرتا. قال قلت يا رسول الله يا ليت دعوت
هنبات العمل غريب دلقا غرقار ونرى يوم ضد جوين جين قال تكف شرك عن الناس الله فإنا فإن على نفسك فإنا فإن الله صدقة منك صدق سرات نفسي فكرتي صوم صدقة وقال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع قال عبد الرزاق أخبرنا عبد الرزاق وقال محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق مسلم بالاتقاء في أخبرنا حدثنا بدان حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وقال حدثنا الجمال وقال أخبرنا الجمال شريف المغرطني تيوان في تجر على الدين شريف الدين تبين جاني أخبرنا المغرطني تيجي عليه شريف المغرطة أخبرنا جاني أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه بنحو الذي الصادق معنى أبي تدبرت وديت بمعنى الحديث الصادق معنى أبي تدبرت المغرطني وديت أنت الحين توديت بخاري بخاري ندان المجلس والتساقي أخبره غير أنه معمر كل جمال رواية ساقيتي فتعين الثانية والثانية ذكرته تصنع لأخرى تقال مدلقا بيني في رقرتاجي بوي جيت ولو تصنع جنيه يا رواتي تقبلوا ولا كلنا من الإسلام زاني كلنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير عن الشيباني عن الوليد بن الأيزار عن الوليد بن الأيزار عن سعد بن إياس عن أبي أمر الشيباني عن سعد بن إياس أبي أمر الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه وقال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعقوب عن الوليد بن الأيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله الغلام أقرب إلى الجنة قال الصلاة على وقتها قلت وماذا يا نبي الله قال بر الوالدين قلت وماذا يا نبي الله قال الجهاد في سبيل الله وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد الأيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن قال كذبته لزادني قال صائم أنا قنات من صليت من
حدثني بإن نبي كلمات تنانا ولبست